الممثل مصطفى قاسم عن نص الخروج إلى الداخل لهنريك أبسن، حياك الله. الآن نلاحظ جهود طلابية عالية. أنا سألت أستاذ طلال هادي تقريبا يكاد يقام بجهود طلابية بحتة. ليش غياب لربما الاعتناء أو العناية مثل بقية العروض التي تقام في المسارح الوطنية، المسرح الوطني الرشيد، الرافدين إلى آخره؟ للأسف احنا هاي السنة كلش عانينا من هذا النقص اللي بالخدمات من جميع الأماكن. هذا العرض بالذات قام على 5 أشخاص اللي هم الممثلين بس، يعني هم اللي قاموا بالإخراج والإعداد. تأكدت من هاي المعلومة منك همين؟ أنا كنت شاك يعني، درت أتأكد. قالوا جهود طلابية بحتة. اي هاي دول ال5 اللي كانوا موجودين هم اللي قاموا بهذا العمل بكل التفاصيل، من إضاءة، من صاروف، من بوسترات، من بدايته لنهايته. فأي شيء طلع من جهة دول ال5، أي حقل أو الثاني ما كان موجود. وأنا كلش حبيت أشكر جهودهم إنه نقدم العرض، لأنه هواي تعرض إنه لازم يتوقف، فقلت لهم لا إحنا نقدم العرض على مود جهودكم أنتم ك5 الشخصيات. برغم الصعوبات مصطفى كان أكو قرار يعني شبه مؤكد لإيقاف المسرح عموما، المسرح الأكاديمي أو هذا الكرنفال عموما وليس العرض. ممكن صعوبات مالية فقط؟ لو فنية، لو إدارية، شنو المشكلة كانت؟ والله إحنا كطلاب ما نعرف هاي التفاصيل، يعني حسب رئيس القسم يقول صعوبات مالية. والمسرح هو أصلا فترة يمر فترة كلش صعبة، هاي الفترة ما أعرف شنو وضعه. احنا نحاول بكل طاقتنا نطلع جهد. اللي المسرح غريب شوية عن باقي الفنون، لأن الجهد اللي بيه مستحيل يصير بأي مكان، فكل شيء نكون عندنا انتماء لهاي الخشبة. مصطفى السؤال الأخير، شنو تقول اللي بعدهم ما جايين للعروض؟ باكر الختام المحفل، باكر بآخر يوم حفلة مصغرة، قول للناس تعالوا. باكر الختام مسرحية مارصات إخراج الحبيبة فيروز، أنا مساعد مخرج وياها، فلازم تجون. احنا نريد نراويكم الجمال مال المسرح كله بالعرض مال باكر، فأتمنى انه تشرفونا بحضوركم. حضوركم كلش يسعدنا كممثلين، وجودكم بالمدرجات يفرحنا من نشوف بعدين من تنفتح الستار.